الافريقي والترجي الرياضي التونسي اجواء كبيره باش تكتشفوها وتراو فيها حاليا في ملعب 7 نوفمبر برادس. كل جمهور حضر طريقه خاصه لحضور هذا اللقاء، لقاء الاجوار واللي يلقب بالدربي، ودائما معنا تشوفوا كل شيء مباشره بطبع اللاعبين في اروقه وكواليس حجرات ملابس ملعب 7 نوفمبر برادس. كما ذكرت منذ البدايه غويدو ويلد هابر الدولي السويسري هو سيدير هذه المباراة، وبالطبع ننتظر ربما في حسن ثم استجواب قبل دقائق من انطلاق هذه المباراة اللي تستقطب دائما الجماهير لقاءات الترجي وفريق النادي الافريقي بالطبع باش يشاهدوها مباشرة من ملعب 7 نوفمبر برادس بعد قليل، وما زالوا لاعبين ما دخلوش الى عشب ملعب 7 نوفمبر برادس. نذكر منذ اسبوعين في نفس هذا المكان الفريقين تعادلا هدفين مقابل هدفين. بسام اكيد ثم حنين كي ترى الجماهير تبارك الله. صحيح، هذه اجواء اوروبيه وامريكيه جنوبيه، هي اجواء فيها مشاعر اخرى. تذكرنا كنا لاعبين، لكن زاد فيها حاجات تشرف تونس. ما ننساوش روحنا على الفضائيه التونسيه اللي تشاف في كل انحاء العالم وقاعده توري وتقول علينا في جمهور ريفر بليت وكأننا صحيح وكأننا في انجلترا ولا في الارجنتين زاد معناها دور نهائي الاشوار. هذا كله ماله اللي يشرف ويزيد ياكد ويدعم الصوره نتاع تونس ورياضه تونس وتصدر تونس معناتها لكاس الامم الافريقيه. هذا الكل ما يرجع كان مفخره لنا. على كل حسني يظهر لي عندك جديد في ملعب 7 نوفمبر برادس. شنو هي الاوراق هذه؟ ما نجمش نقولها كان في وقت المقابله الاخرى الازرق احمر واصابه نتاع التوجاني خلتني الاوراق ما لعبتهمش نتاعي وكلام صحيح. اليوم محضر اوراقي كما يلزم مع البنك، محضر اوراقي سواء في الخطه التكتيكيه ولا في التشكيله الاساسيه. نفسي سمير قال اليوم حضر لك برشا مفاجآت، شو حضرت اليوم؟ احنا معناش مفاجآت. الراجل ما يحب حتى شيء اللي عندنا باش نحطوه في الميدان، ان شاء الله ربي نستنى نربحوا الماتش الثاني. شنو تنتظر الاوراق اللي باش يلعبهم سمير اليوم واليوم خبيهم؟ والله انا ما نعرفش ثم اوراق في الكارته، اما الملعب ما فيش اوراق فيه ملاعبيه وثم كوره. لطفي جبارة عبد الرحمن مشكور لبى دعوة على الفضائية السبعة. لطفي لقاء كاس يختلف عن لقاء البطولة. الكاس اليوم لازم يخرج فيه واحد من الفريقين يكون منتصر، هذاك الفرق بينه وبين البطولة. ضغط كبير ظهر على الفريقين، على الترجي وعلى الافريقي. والله ضغط، مازلنا توا 15 يوم التالي كنا في الضغط هذايا، بعد 15 يوم رجعنا نفس الوضعيه، نفس الحماس، نفس الببليك. ماتش كبير، دربي كبير، ان شاء الله نكونوا منتصرين وكو. بعد التعادل مع قفصه يوم الخميس اصبحت مباراه لانقاذ الموسم بالنسبه للترجي وما زلت رابط الابطال طبيعي. هي احنا رزماو توا مترشحين في كاس افريقيا. بالنسبه للبطوله عارفين احنا عندنا مده هي صعيبه شويه، ليتوال ماخذ افونس على الجمعيات الكل. احنا قعد لنا تو الكاس وحاطين عليه ونزيو عليه وان شاء الله نهزوه كو. يعطيك الصحه سي لطفي. نرجع لك الخط عبد الرحمن، ولا يبدو لي نجموا نمشيو لزميل خليفه جبالي. شكرا لك حسني. حسني شكرا لك. نمد الكلمه الى خليفه جبالي ومتابعه طيبه للشوط الاول. النادي الافريقي ترجي ملعب 7 نوفمبر برادس. خليفه. شكرا عبد الرحمن لك ولمحللين بسام ماري وعبد المجيد الجوبانتيني. سيداتي انساتي سادتي اوفياء القناه الفضائيه تونس 7 حيثما كنتم داخل حدود الوطن او خارجه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ننقل لكم فيما يلي فعاليات الدور نصف النهائي الثاني لكأس تونس لكرة القدم نسخة 2004-2005 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي في ديربي جديد هو ال15 على مستوى منافسات الكأس. لنتعرف بعد ساعة ونصف او ساعتين او ربما اكثر على الطرف الثاني للدور النهائي لكأس هذا الموسم، بعد ما تعرفنا على الطرف الاول امس وهو الترجي الجرجيسي الذي وصل الى المباراة النهائية لاول مرة في تاريخه، ونجد له التهنئة بهذا التأهل. اذا ننقل مباراة الكأس التقليدية هذه بعد لحظات، لكن قبل ذلك سأمدكم بتشكيلتي الفريقين وسط هذه الأجواء الرائعة جدا أمام قرابة 55,000 متفرج، وكما قلتم في الاستوديو أجواء كرنفالية وكأنها في أمريكا اللاتينية، الأرجنتين بالتحديد أو إيطاليا أو ألمانيا وغيرها من البلدان الشهيرة في لعبة كرة القدم. قلت إذن التشكيلتين بالنسبة للنادي الافريقي: علي بومنيجل في حراسة المرمى، هيان البنزيكي، محمد المكشر، 20 حمدي المرزوقي، 13 وسام بن يحيى، 2 باب توريه، 14 اسد ورتاني،
خالد المولي 7، درامان تراوري 21، هشام بن خالد 31، ومحمد السليتي ينزل اساسي اليوم رقم 28. المدرب هو ابن النادي سمير السليمي. هذا بالنسبه اذا الى تشكيله النادي الافريقي الاساسيه. التشكيله الاساسيه للترجي الرياضي في حراسه المرمى حمدي القصراوي الذي يعود بعد اصابه جون جاك تيزي، مع جوزي كلايتون، موانيري اوبينا، وجيه الصغير، محمد الجيزاني، جوهر المناري، مراد المالكي، كمال زعير، داميان اودي، ماركوس دوس سانتوس، وعصام جمعه. المدرب هو السيد لطفي جباره بمساعده العربي الزواوي او العكس. هذان التشكيلتان الاساسيتان للقاء اليوم الذي سينطلق بعد لحظات من الان. وامامنا بنك احتياطي النادي الافريقي يتركب من خالد عزيز كحارس احتياطي، اسامه سلامي، ماهر زيتون، نبيل المساوي، وليد الهجري، شكري الزعلاني، ومحمد الحاج علي. هذا هو اذا مقعد احتياطي النادي الافريقي. الان احتياطي الترجي التونسي: رؤوف الرتولي حارس احتياطي مع زياد البحيري، ايمن اللطيفي، سلام القصداوي، العربي جابر، معين الشعباني، واحمد بن يحيى. طاقم التحكيم لهذا اللقاء السويسري اول مره في ديربي العاصمه. محاصره جسم الصوره اللي كانت امامكم بين ماركوس دوس سانتوس وحمدي المرزوقي. ضربه مخالفه لفائده الترجي الرياضي التونسي، ارتكبها يامن بن زكري على مراد المالكي. جوزي كلايتون يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة. موقع يحبطه هو شخصيا كلاعب يساري. مراد المالكي يرفع كرة، والهدف الأول بالفعل. إذا الهدف الأول معين الشعباني، هذا الذي دخل منذ دقائق قليلة، دخل منذ 3 دقائق فقط. إذا ماركوس دوس سانتوس. إذا ضربة مخالفة كانت عرضية من مراد المالكي، وصعود من ماركوس دوس سانتوس يتمكن من تحقيق الهدف الأول في هذا اللقاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. وفرحة جماهير الترجي الرياضي التونسي بهذا الهدف. الكرات الثابتة هي سلاح كبير. هاي الإعادة. إذن الهدف الأول إعادة من زاوية أخرى. وطبعا رغم المحاصرة ماركوس دوس سانتوس يتمكن من ملامسة الراس قوية صعبة على الحارس علي بومنيجي. وفرحة مقعد احتياطي الترجي الرياضي التونسي. كانت الكرة من هشام بن خالد. حمدي القصراوي وخطيرة، والهدف الثاني عفوا من دفاع النادي الافريقي. وماركوس دوس سانتوس لا يرفض الهدية. الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق نفس اللاعب ماركوس دوس سانتوس. كان ارجاع كرة او ربما محاولة صد كرة، ما كانش فما نية ارجاع، تو الاعادة تبين لنا. هذه ارجاع كرة من حمدي القصراوي، لا اتصور انه تمرير للحارس بالراس. وطبعا كان اسبق ماركوس دوس سانتوس متقدم نسبيا، وهذاك الحل نجم يعملوا الحارس بومنيجي. فيتمكن اذا ماركوس دوس سانتوس في الدقيقة 18 من تحقيق الهدف الثاني. الصغير يتعامل الترجي بتأني مع المباراة. هذه هجمة أخرى خطيرة في القائم الثاني. طليق، ماذا يفعل ماركوس؟ يسدد وتخرج من الدفاع. كانت خطيرة هي الأخرى. ورقة حمراء وضربة جزاء على ما يبدو. أكيد ورقة حمراء وضربة جزاء. وسام بن يحيى دقيقة 28. كان تعليق ماركوس دوس سانتوس، وكان الهجوم يوحي بالخطورة. ينكمش الترجي للخلف. الهجومات المضادة سريعة، مساحات فارغة. روض الكرة ماركوس في عقله، وطبعا تلمس الكرة في اليسرى لوسام بن يحيى وتتحول وجهتها
وضربة جزاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. إذن سيناريو آخر قد يعقد أمور النادي الإفريقي. دائما غير المنتظر وغير المتوقع يحدث في مباريات الديربي. إذن ضربة جزاء لفائدة الترجي. وكمال زعيم في التنفيذ. كمال زعيم في التنفيذ. كمال زعيم يستعد يقدم ويسجل. هذا هدف الثالث لفائدة الترجي الرياضي التونسي عن طريق كمال زعيم بضربة جزاء في الدقيقة 30، يعني بمعدل هدف في كل 10 دقائق. كمال زعيم أمامنا يعبر على فرحته بتسجيل الهدف الثالث بضربة جزاء كان وراءها وسام بن يحيى، اللي ربما هذاك هو الحل اللي نجم يكون عند هذا الشاب. الجمهور قد يكون قام بما عليه، لكن اللاعبين اليوم بالنسبه للنادي الافريقي لم يكونوا في يومهم. تعود الكره لصالح الترجي، هجوم سريع. احمد بن يحيى اللي عاد لاباس يقطع الكره. حمدي المرزوق باب توري يروض بالصدر يحافظ على كورته، يرجع الى الوراء. محمد المكشف يخليها الى علي بومنيش نحو محمد السليتي، ياخذها نوانيري. مناري ستمانية في وسط ميدان الترجي الرياضي يا جوهر المناري. عاد الكون الهجوم المعاكس. وماك الى بن يحيى خطير. البحيري تسديد بالقدم مرة ثانية. هدف رابع عصام جمعة. وترتد بين الحارس والدفاع، ثم الحارس، ثم عصام جمعة لا يتسامح. والهجوم بدأه الشاب أحمد بن يحيى. هدف الرابع يؤكد انتصار الترجي في الدقيقة 87. قلت في المرات القليلة و4 أهداف ل5-0 كانت مرسومة، ولست أدري كان هذا المتكهن يعني نقول كذب المنجمون ولو صدقوا، ولكن 4 أهداف ل5-0 ورفعت بعد الهدف الرابع. وطبعا الحرفية لزملائنا التقنيين ومخت استعراضية. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم السويسري غويدو ويلب هاربر عن انتهاء مباراة الترجي التونسي والنادي الافريقي بترشح الترجي للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم، وهو الترشح ال15 او سيلعب النهائي ال15. الاهداف ماركوس دوس سانتوس في الدقيقة 13 ودقيقة 18، وكمال زعيم بضربة جزاء دقيقة 30، وعصام جمعة في الدقيقة 87. هكذا ينتهي هذا اللقاء. مبروك الترجي، حظ اوفر الافريقي. اجمل تحيات خليفة جبالي اليك. حسني زغدودي كان معك ضيف. شكرا محمد خليفة.